أغرب 10 حيوانات هجينة في العالم. صار هناك عدد متزايد من الحيوانات الهجينة بأسماء جديدة، وذلك رغم رفض البعض لمبدأ تطبيق الهندسة الوراثية على الحيوانات، وتشكيل البعض الآخر بإمكانية تطبيق التقنيات ذاتها على البشر. لكن هذا لم يمنع العلماء من مواصلة عملهم على الحيوانات والنباتات. وقد نشر موقع توب 10 قائمة تضم أغرب 10 حيوانات هجينة في العالم، وذلك على النحو التالي: الأسد الببري ليجر، عن تهجين بين الأسود والنمور، وهو كائن شبيه بالأسد مع الخطوط المميزة على جلد النمر. يتميز بأنه أكبر حجما من كل الحيوانات الذين هجن منهما، ويعتبر أكبر حيوان من فصيلة الصنوريات في العالم، ويصعب تحديد موطن أصلي له، ولا يستطيع العيش في الغابة لعدم تكيفه معها. النحل القاتل. أسفرت تجربة تهجين النحل الأوروبي مع نحل جنوب إفريقيا عن إنتاج النحل القاتل، وكان هذا التهجين خطأ ارتكبه عالم الإحياء ووريك كير الذي رغب في إنتاج نوع قادر على إعطاء مزيد من العسل، لكن العملية فشلت وأدت إلى ولادة نحل قادر على قتل الإنسان. وولفين هو نتاج تهجين الحوت القاتل مع أنثى دولفين النقار، وقد أطلق على أول حيوان هجين يندرج تحت هذا النوع اسم كيكاي مارلو، ولم يكن يواجه أي مشاكل في التناسل، لكنه بعدما تقدم في العمر بدأ معدل الخصوبة لديه في الانخفاض. قط السافانا. نتج قط السافانا عن تهجين القطط المنزلية العادية مع القط الأنمر، مما أدى إلى إنتاج نوع جديد بمميزات سيكولوجية مختلفة، إذ أن قط السافانا يتشابه في خصائصه مع الكلاب وفي وفائها وإخلاصها للبشر. جوي وولف هو عبارة عن تهجين بين حيوان القيوط والذئب البري مع الذئاب، وهي ليست فكرة غريبة، لأنه من المعروف أن الذئاب بداخلها جينات القيوط، لكن كل أنواع الذئاب تؤدي إلى إنتاج هجين ناجح، فالذئاب الحمراء فحسب هي الأفضل في ذلك. الدب القطبي الأشيب جريزلي بولار بير هو نتاج تهجين الدب البني مع الدب القطبي، وهو حدث نادر جدا لاختلاف طباع كلا النوعين، إذ يفضل الدب البني العيش في الغابات، بينما يفضل الدب القطبي الحياة في الجليد، ويمكنه العيش وتناول الطعام والتكاثر في الجليد طوال العام. حيوان الكاما هو عبارة عن تهجين ذكر الجمل العربي مع أنثى اللاما، ودائما مما يؤدي هذا التهجين إلى نتائج ممتازة، ولا يمكن إنتاج حيوان الكاما إلا عبر الاستنساخ الصناعي بسبب قصر طول اللاما مقارنة بطول الجمل. حيوان الزو. ينتج حيوان الزو من تهجين الثور المعروف باسم الياك مع البقرة، وفي حين تعطي أنثى هذا الحيوان لبنا أكثر من البقرة العادية، إلا أن الذكر يعاني من العقم، والاثنان أكبر حجما من أنواعهما الأصلية قبل التهجين. زبرويد. حيوان الزبرويد هو هجين بين ذكر الحمار الوحشي وأنثى الخيل، وتغطي الخطوط بعد أجزاء جسم هذا الحيوان، وقد تقتصر على الساقين والعنق، والكثير من المواليد الناتجة عن هذا التزاوج تكون قصيرة وقليلة الوزن، وأغلبها لا تستطيع التكاثر. سمكة ببغاء الدم بلود باروت سيشليد هي هجين بين قشريات ميداس وقشريات أحمر الشعر، ويصعب حصول هذا الهجين بشكل طبيعي، وقد حصل أول تهجين لهذه السمكة في تايوان في الثمانينيات، ويواجه هذا الهجين في بعض الأحيان مشكلات في عدم القدرة على تناول الطعام أو التكاثر. بعد مشاهدتكم للفيديو، أأنتم ممن يساندون سلم التطور ويرون أنه في صالح الإنسان، أم ممن يرون أن تلك الأبحاث انحرافات عن الفطرة التي خلقها الله؟
السلام عليكم متابعي قناة منوعات ثقافية. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب ومشاركة الفيديو مع من تحب، وشكرا.